مرة أخرى بنقدم العزاء لأسر الشهداء وبنعود لمناقشة هذه القضية. هل الحل في الإرهاب في وضع استراتيجيات حكومية جديدة في المرحلة القادمة، أم الحل في العدالة الناجزة، أم الحل في مواجهة ثقافة الموت؟ هذه التساؤلات بطرحها على ضيوفي الكرام مرة أخرى. برحب بسيادة المستشارة مدير مكتبة الإسكندرية دكتورة مها غانم، وأيضا سيادة العميد المهندس سامي رسلان عضو جمعية المحاربين القدامى. مرة تانية برحب بحضرتك. الله يكرمك. حضرتك سيادة العميد كان لك تعليق على الاستراتيجيات التي يمكن أن تكون موضوعة يعني جديدة. هل هناك خطأ في الاستراتيجيات الحالية؟ هل هذه الضربة يعني سنتعلم منها أن نتجاوز بعض الأخطاء؟ هل وقعنا في بعض الأخطاء؟ من حيث المبدأ القوات المسلحة لو حصل خطأ بتتعلم منه، لأن احنا دايما عندنا مراجعة، وأي موضوع بيحصل بيتقيم وبنطلع منه بدروس مستفادة. إيه اللي اتعمل صح وإيه اللي اتعمل خطأ. من وجهة نظري وعلى قدر المعلومات المتاحة، عمليات الاستطلاع اللي تمت ديت عدت من المسؤولين عن الأمن. تسريب المعلومات. في ناس اتحركت حوالين الوحدات ديت وعرفت أماكنها وقدرت ترفع مساحات بدقة عالية جدا وما اترصدتش أمنيا. ده على قدر المعلومات المتاحة. ده الاختراق اللي حضرتك شايفه؟ ده التقصير يعني، ده الخطأ. طبعا ابننا الله يرحمه اللي كان واقف خدمة، حتى لو كانت عربية المية جاية، احنا في حالة حرب، وفي حالة الحرب اللي بيتحرك لازم اخد اجراء معاه. يعني ما بقاش رايح وانا مطمن اصل دي عربية المية. انا كل اللي بيجي عليا عدو الى ان يثبت العكس. انا في حالة حرب، مانيش في حالة سلام. ديت حاجة. كان في ملحوظة ان معظم النفقين او الثلاثة اللي اتمسكوا في ال10 ايام اللي قبل العملية، كنت دايما حضرتك تلاحظ ايه؟ لقوهم 30 قذيفة هاون. بالظبط. يعني لقوا كذا قذف RPG. دي لها ترجمة. يبقى دي نوعية السلاح اللي هيستعمله. مازال أنفاق يا فندم موجودة لم تستكشف. دي حاجة. الحاجة التانية، الهاون بيضرب من ورا تبة. ليه التباب ديت ما بيتعملش عليها نقط مراقبة؟ أنا ما أعرفش إذا كان فيه ولا لأ. بس طبعا التاني عشان يتمكن إنه يبقى تحت وينصب المدفع بتاعه ويضرب من ورا التبة. لو كان في نقطة مراقبة كانت رصدته. الناس دي طب لو وجود نقطة مراقبة رصدته كانت ممكن ردت على هذا الهاون قبل وصوله في تحذير. أنا في فرق إن أنا قاعد في الميز مثلا بتاع الضباط في الوحدة، باكل او ماسك ورق وبكتب، ولا بتابع على الشاشات او بتابع الشات، وفرق ان هي في هجوم يا فندم على الوحده. كل حاجه لها اجراءات، والاجراءات دي محفوظه بالنسبه لكل 1 2 3. برضه احنا عندنا مشكله تانية. احنا زمان كنا كلام حضرتك معناه ان حاله التاهب من المفترض ان تكون لا أكثر؟ اشد من كده. بس برضه عندنا مشكله. علميا انا ما اقدرش احط ناس في حاله تاهب اكتر من شهرين. يعني التجارب انا عايزه اقول لحضرتك ان في اوقات بتمر شهور طويله بامان، فده ممكن فعلا بيحصل حاله من الهدوء. احنا عايزين برضو في جزئيه عشان ما نقعدش يعني نلوم قواتنا المسلحه لدرجه كبيره. لا احنا بنقصد ان احنا ان انا لا. كقوات مسلحه متاهبه باستمرار لعدو انا عارفاه. يعني انا لو مثلا بحارب الجيش الاسرائيلي انا عارفه العدو بتاع مين. حضرتك احنا دلوقتي بنحارب ميليشيات مسلحه، حرب عصابات في منطقه ولا عارفه ليها بدايه ولا نهايه. بتحارب حرب واحد بيحاربني حرب عصابات. لا هي بالمناسبه انا ما بلومش القوات المسلحه، لان اللي موجودين لا مش بنلوم، بس احنا بنقول نتعلم دروس انا بتكلم على ايه الاخطاء عشان نتداركها. ما هو ده اللي انا اقصده. في نفس الوقت بقول لحضرتك ايه الصعوبه اللي عنده. الصعوبه اللي عنده انه بقاله اكتر من سنه في حاله تاهب، وده علميا ونفسيا صعب غصب عنه. لازم يعني هيحصل ريلاكس او هدوء في فتره زي في 25 يناير الشرطه وقفت من يوم 25 ليوم 28 وقعت. تمام. ما كانتش محتاجه مجهود عشان تقع. بالظبط. انا عسكري موقفه 3 ايام. ده بني ادم. انا اقصد حضرتك طب يا فندم عسكريه، احنا قواتنا مسلحه قويه، لكن هي في النهايه هي جيش نظامي مؤهل انه يكون جيش نظامي بيحارب جيوش اخرى. احنا معانا ناس بتحارب حرب عصابات وميليشيات بداخلنا بطريقه مختلفه تماما. طب كيفيه مواجهتها هي دي. ما هو هنا حضرتك من الشعر بيت الاول بتحارب ناس منك فيكي. طب حضراتكم لمستوا نقطه هامه جدا، واعتقد يمكن ما فيش حتى فضائيه تناولت هذه الجزئيه، ان حاله التاهب المستمر التي
من المفترض أن تكون لدى القوات المسلحة على مدار سنوات صعبة أنها توجد في أي جيش بيحارب في العالم. استحالة. طب كيفية يا استحالة. فندم التعامل مع هذه المشكلة؟ النقطة ديت أنا ممكن التعامل معاها أتغلب يكون عليها إزاي؟ بإن أنا دايما أعمل نوع من الإحلال بالنسبة تدريب للقوات مثلاً؟ دي. يبقى عندي أنا قوات حاطط كده. فرضا 10 كتايب، أنا في 10 كتايب تانيين بعد شهرين يخشوا يبدلوهم ودول يرجعوا بالظبط. عشان أحافظ عليهم. وبالمناسبة موضوع حرب العصابات ديت التأهب ليها يكون إزاي؟ روسيا نزلت تحارب في أفغانستان مش أرضها، نجحت ضدها حرب العصابات لأنها بتلعب في غير أرضها. ولما الشيشان دخلوا على الروس ما سلكوش معاهم، هم برضو بيعملوا حرب عصابات بس دخلوا على أرض مش بتاعتهم. أمريكا نفس الحكاية في فيتنام. أمريكا هزمت في فيتنام وهزمت بحرب عصابات لأنها برضو بتلعب على أرض مش بتاعتها. لما تيجي حضرتك تقيسيها تلاقي ان حرب العصابات اذا كانت على ارض البلد نفسها استحاله حرب العصابات تكسب، لكن اذا كانت ضد عدو محتل الحرب دي تمام. فاحنا اللي حصل عندنا ده مش هيكسبوا يعني. مش جرصه يعني. نضيف لكده حاجه تانية. لا، ومهما كان الدم اللي احنا فيه ما يجيش ولا نقطة في اللي كان بيحصل أثناء حكم يعني ايه الإخوان. حرب؟ هو بقى ده السؤال، يعني ايه حرب؟ النهارده انا في حاله حرب مع حضرتك، لا سوري، بعورك في دراعك ده وانت بتسكتي شويه وبتحاولي تردها لي. مظبوط. اذا الحرب فيها خسائر متبادله ما بين الطرفين المتحاربين. مفيش حرب بتتم بدون الا اذا كانت على الاتاري والفيديو جيم، لكن حرب على الارض وفيها سلاح لازم فيها خسائر من الطرفين. نهاية حضرتك المعركة برغم إيه ده مرة ان تانية؟ يعني هذا اكبر عدد حصدناه من الشهداء في الهجمات الارهابيه، لكن هل ترى ان هذه الخسائر قد تكون بالنسبه لما نحن عليه من مكاسب حققنا انجاز؟ يعني ليه احنا ساعات لما بنخسر فعلا بنصدم او بنكون متألمين جدا وبننسى ان احنا اكيد في مكاسب حققناها ايضا. عندنا دمنا اتفضل. غالي عشان كده احنا متألمين، لكن بموازين الحرب، كيف تراها بموازين الحرب؟ موازين الحرب ما فيش حاجه يعني. طبعا اولادنا وغاليين علينا وربنا اللي علم بحالنا بالنسبه لهم ايه، لكن لما نيجي نتكلم ان احنا في بنبص حالة على منظر حرب؟ بعيد انا في حاله حرب. طيب هل تم الاعلان عن مدى الخسائر اللي تمت في الطرف الاخر خلال الفتره اللي فاتت؟ 500 متر أعتقد وراجعين إن ل كان 500 في متر كمان التانيين. بالظبط. لا، علما وفي بالاتي كمان سنتين اتنين المنطقه اللي تطهير هناك سينا. الطريق بتاع العريش نخل وحضرتك نزل على الجنوب في اتجاه نويبع. الطريق ده غير مطروق. يعني لما كنت ببقى في العريش ومثلا في حاجه انا كنت بقلق واقول ايه لو العربيه عطلت ولا سخنت مني على الطريق ده مش هلاقي حد ينجدني. بالصدفه راكب مع سواق تاكسي بيحكي لي كان بيوصل حد جاي من هناك ورايح العريش، مشي على الطريق ده انه شاف اشكال غريبه اوروبيه مش مصريه. لا مش مصرية. اوكرانيا هنا الملابح ديت اللي مطول دقنه ولابس الجلابيه لحد هنا وواقف على مدفع على الطريق ده حكمه. جهات دخل إرهابية. امتى؟ دخل ايام الاخوان. كانوا بيمهدوا ان هم اعتقد ان يسيطروا. تطهير سينا والجهد اللي اتبذل في سينا، طبعا انت عملت لهم الم وعملت لهم خسائر ضخمه جدا. اذا كان هذا هو الرد عليه فاحنا الكسبانين. بالظبط غير كده احنا الكسبانين. هو عايز فالناس ما يعرفك تنظرش لما حدث بالامس انه خساره. لا حضرتك أنا خساره هقاطعكم. عشان ولادنا غاليين، في- لكن في بموازين لقطة الحرب لا. دايما افتكرها. اتفضل يا دكتور. دكتور البلتاجي هو في رابعه ويقول لك أيوة. مرسي يرجع اللي في سينا يقف. في لحظه مرسي ما يرجع في اللي نفس في سينا اللحظه. يقف. اذا اللي في سينا هو ما هو اللي عمل تبع الاخوان المسلمين، هم الوحيدين القادرين على ذلك. تاني وبناء اللي في عليه النهضة. احنا عايزين محاكمات. انا عايزه اشوف الناس دي تعمل معاها العداله إيه. الناجزه. انا عايزه اشوف البلتاجي ده عمل فيه ايه. الشيخ التاني اللي كان في النهضه اللي بيقول تحملوا النتيجه، احزمه ناسفه وعربيات مفخخه صحيح. واضحه. التاني اللي هو هم صفوه قالوا صفوه كل الشريف الكلام اللي بيعملوه هم اللي يرد. يعني اللي قالوه بيردوا على بقول انتصارات. لحضرتك أهو، بينفذوا. اللي يرش مرسي بالميه نرشه بالدم، وقالها احنا حضرتك على دلوقتي الشاشات.
هم يقول لك الثوره مستمره، الثوره مش احنا وصلنا لمرحله الثوره المجنونه، احنا وصلنا لمرحله ده كده احنا مش فاهمين يعني ايه ثوره اصلا. هي ايه العنف الثوره؟ اللانهائي. وصلنا الى مرحله كبيره جدا ان احنا اصبح كل هدفنا في الدنيا هو تدمير هذا الوطن، وكله يجذب من ناحيتين. هم بيقول لك شرعيه، احنا عايزين الشرعيه. الناس اللي جالنا ده ب 13 مليون ومش شايفين ال 30 مليون اللي نزلوا عشان يشيلوه. مين اللي بيدي الشرعيه؟ يعني ده انا السؤال. دلوقتي بناقش شعبنا وبقول لهم زي ما وقفنا يوم 30 يونيو ونزلنا وقلنا عايزين مرسي يمشي، عايزين دلوقتي ننزل نقول الارهاب ينتهي. للارهاب لا، واحنا بنساندك يا ريس، واحنا عايزينك يا ريس، وهنكمل. ومصرين وهنكمل. هو الرئيس حصل لنا منتظر ده مننا ده فعلا. بالعكس بيدينا التحدي اكتر، احنا ما بنضعفش، احنا مش خايفين. وبنقول لكل زوجات الشهداء والامهاتهم والاولادهم دم ولادكم دم غالي، دم غالي علينا كلنا. انتوا متوا هم ماتوا واحنا عايشين مستريحين. انتوا بتتألموا، احنا كلنا قلوبنا معاكم، احنا كلنا حاسين باللي بينعمل لنا واللي احنا المأساة اللي احنا عايشين فيها. كل بيت فيه ميتم هو كل بيت في مصر، مش بيوتكم انتوا بس. إذا كان